أحب أقول لك يا صديقي إن نزل معانا تحديث لعبة فوتبول ليجا 2025 والمتوقع فيه تحسينات وإضافات جامدة جدًا، خلّيني معاك خطوة بخطوة بس صلّي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في البداية، ودوس لايك للفيديو وما تنساش تدعي لأخواتنا ربنا ينصرهم ويصبّرهم، ويالّا بينا ندخل على الفيديو على طول. تمام يا أبو الصحاب دلوقتي معانا إحنا هنا في الخلفية الرسمية بتاعة اللعبة، زي ما أنت شايف كده يا أبو الصحاب تغيير 180 درجة في واجهة اللعبة الرئيسية. عندك صاحبي هنا اللون الكحلي بالكامل يعني داخل اللعبة، وبرضه القوائم شكلها كويس جدًا والصور المحطوطة والألوان وكل حاجة صراحة أدّيها 10 من 10. فخلّينا بقى على طول نكتشف إيه التحسينات وإيه الإضافات الجديدة. لو دخلت يا صاحبي هنا على المسار المهني أول حاجة، يعني ضافوا برضه صورة أسطورية، هتلاقي برضه إن موجود 4 خانات لسه يعني ما فيش أي جديد يا جدعان، ما فيش أي جديد داخل الcareer mode. بس هنا تم وضع الدوري الإيراني والدوري البلجيكي داخل الدوري الcareer mode يعني، أو وضع المسار المهني. هنيجي بقى هنا على تاني خانة من تحت وهي المباراة الودية، فهتلاقوا بالصحاب برضه إن تم التحسين على الواجهة الرئيسية بتاعة دخول المباراة، وعندك هنا 6 خانات مختلفة. غير برضه إن اللعيبة شكلها مميز والأطقم وحركة اللعيبة كويسة. أول خانة على الشمال وهي خانة الدولاب أو تغيير الملابس يعني، دي الخانة دي ما كانتش ظاهرة لكل الناس أو كانت ظاهرة عند بعض الناس وناس لأ، فتقريبًا كده وصلت لكل الناس يعني، يعني في شوية أطقم هنا بتفتحها ما شرحناهاش قبل كده يا جدعان، بتسمع شوية فيديوهات وبتيجي لك يعني، ماشي. برضه عندك هنا الخانة اللي بعد كده واللي هنيجي لها دلوقتي وهي خانة الكِوَر، وبرضه نفس القصة بتسمع لها 5 فيديوهات لكل كورة. تاني خانة يا صديقي وهي خانة الكورة زي ما إحنا عارفين لو دوست عليها كده هييجي لك خانة الكورة، فخلّينا على طول ندخل على تالت خانة وهي خانة تغيير الملابس للخصم، زي ما أنت شايف كده الأولى على اليمين من فوق، ولو جيت يا صاحبي هنا على الخانة اللي بعد كده وهي على الشمال من تحت هتغيّر الفريق. يعني الخانة الأولى على الشمال زي ما أنت شايف كده حسّنوا أو سهّلوا من الوصول للفريق، يعني عندك تقريبًا ما أعرفش كام فريق وكام دوري يا جدعان في العالم أو بس الدوريات مش كاملة يعني، عندك 3 فرق هنا من الجزائر اللي مشاركين في البطولات الإفريقية، وتقدر يعني توصل بكل سهولة لكل الدوريات. الأول كنت بتختار من خيار واحد، لكن دلوقتي عندك هنا كرة القدم النسائية وعندك هنا الmen كرة القدم الرجال يعني، برضه عندك تقدر توصل للفريق الوطني والفرق الكلاسيكية بطريقة سهلة جدًا زي ما أنت شايف كده، وكل اللي عليك بس إنك هتدوس على تختار من فوق وبعد كده تختار يمين أو شمال أوروبا أو أمريكا والحاجات دي كلها. برضه شيء كويس جدًا إن هم سهّلوا يا جدعان من الوصول، يعني أنا ملاحظ إن هم مسهّلوا من الوصول لكذا حاجة. الخانة اللي بعد كده وهي الخانة اللي في النُص دي والخانة المفاجأة حرفيًا، وتم إضافة نادي داخل اللعبة. أنا كنت هانزّل أصلًا فيديو على استعراض النادي، فلقيت التحديث نزل، فاهم؟ فالمهم يا صاحبي أول حاجة ده النادي اللي هو بريتيانا دوّة أو البريتانيا، ده اللي هو من ساعة ما اللعبة اتنشأت يعني هو فيه. تاني ملعب وهو الملعب دوّة الملعب المستقبل لسه متضاف رسميًا يعني في التحديث دوّة. اكتبوا لي يا جدعان شكله هاوريكم شكله دلوقتي، اكتبوا لي في الكومنتات. أنا ملاحظ إن هو الOld Trafford اللي هو بتاع ليفربول بتاع مانشستر يونايتد يا جدعان، فاهم؟ فاكتبوا لي كده مش عارف. ده برضه King Power وده Sky اللي كانوا موجودين في التحديثات اللي فاتت. تعالَ بقى نخرج كده ونخش بقى على آخر خانة، طبعًا دي برضه تغيير الفريق للمنافس. خلّينا بقى نخش كده على الخانة اللي بعد كده يا صاحبي وهي خانة الدليل أو التدريب يعني، برضه نفس الوضع هنا ما ضافوش أي جديد في التدريب. بعد كده يا صاحبي الكرات الثابتة وزي ما أنت شايف برضه ما ضافوش أي حاجة في الواجهة، يعني تقريبًا ضافوا من جوّه، يعني حسّنوا على الواجهة بس. نرجع كده ونخش بقى على اللي فوقها وهي الوطني، وبرضه تم تحسين الواجهة يا جدعان، الشعارات بتاعة البطولات دي ما اتغيّرتش لسه. نخش هنا على كاس دولي وبعد كده 2022 مثلًا نشوف أي حاجة اتغيّرت. تمام، زي ما قُلت لك برضه بقيت توصل للمنتخبات بسهولة جدًا. اللي بعد كده يا صاحبي وهي خانة الفريق، لو دخلت هنا على خانة الفريق هتلاقي برضه إن تم إضافة الدوري الإيراني والدوري البلجيكي موجودين هنا في الوضع دوّة أو بطولة الفريق يعني بطولة الدوريات الكاملة. اللي بعد كده وهو البطولة، تقدر تدخل هنا كل البطولات، يعني عندك هنا برضه كل القوائم أو كل الشعارات بتاعة البطولات دي ما اتغيّرتش برضه. هنيجي هنا اللي بعد كده وبطولة التنسيق الجديد من دوري الأبطال، برضه عندك هنا شيء أسطوري جدًا بمجرد ما تدوس على الدولة، هيظهر لك أي فريق في الدولة تقدر تلعب بيه دوري أبطال أوروبا. يعني إيطاليا مثلًا هاختار مثلًا نادي كومو، كلنا عارفين نادي كومو اللي هو صاعد جديد، ده نادي كومو هتقدر برضه تلعب بيه. وألمانيا مثلًا اختار فرانكفورت مثلًا فاهم، تقدر توصل للفريق بسهولة يعني. اللي بعد كده يا صاحبي هو النساء، وده شكله يعني حاسس إن هو اتحسن شوية.
عندك هنا كأس العالم السيدات، وعندك هنا دوري الأندية النسائية. لو دخلت على كأس العالم هيكون لك نفس النسخ، بس يعني إيه، حسّنوا شوية داسوا شوية على الوجع يا جدعان. وآخر حاجة ودي المباراة القادمة اللي تقدر تلعبها، سواء كانت مباراة ودية أو مباراة داخل الcareer mode أو الكاس، تمام؟ فبالصحاب أنا شايف إن في تغيير كبير جدًا من جانب المطوّرين على الواجهة. وخلّيني برضه أشرح لك الخانة اللي ظهرت جديدة فوق عند يعني معظم الناس، وأنا واحد من الناس ما كانتش ظاهرة عندي، وهي الخانة اللي جنب خانة الترس بتاعة الضبط. لو دخلت عليها كده هتلاقي شعار زي الدولاب كده، هتحوّلك برضه للجيرسي أو الحاجات. يعني مثلًا أنت لو دوست كده تقدر تسمع فيديو، وبعد كده تقدر تفتح بقى فيديوهات، بس الفيديوهات معطّلة عندي دلوقتي يعني. فبس ده يا جدعان دي الحاجات اللي أنا لاحظتها في الواجهة الرئيسية. تعالَ بقى دلوقتي ندخل على الضبط كده نشوف في أي إضافات جديدة دخلت الضبط. يعني عندنا هنا ال6 دقايق ضافوا حاجات كتير، لأ ما فيش، هم 3 و6 بس، وبرضه مستوى الصعوبة زي ما هو، ما غيّروش حتى شكله. ما فيش أوضاع كاميرا تقريبًا يعني. لأ مش عارف يا جدعان، مش عارف، اللي متابع يقول لي عشان مش متابع أوضاع الكاميرا. بعد كده عندك هنا الرادار، وعندك هنا لغة التعليقات اللي هي العربية، لغة التعليق، وهنشوف التعليق دلوقتي. وآخر حاجة سرعة اللعبة سريع أو بطيء. وآخر حاجة يا صاحبي واللي هي لاعب بديل، يعني تبديل للعيبة، يعني عزو تلقائي أو يدوي. بعد كده مؤثرات صوتية ما ضافوش أي حاجة، غير إن هم ضافوا يا جدعان موسيقى تانية، موسيقات تانية داخل اللعبة، بس أنا يعني لاغي الموسيقى. بعد كده أخرى ما ضافوش أي حاجة، لا 90 فريم ولا أي حاجة، في 60 بس. برضه الجودة اللي هي 1600 على 720. عندك هنا ما ضافوش أي جديد، ماشي. ماشي يا جدعان، خلّينا نخرج ونرجع برضه. تقدر يا جدعان أي حد عمل نسخة ومسح اللعبة، يعني مثلًا دلوقتي تحديث نزل عندك بس أنت معاك نسخة مش شغالة من المتجر، أنتم فاهمين أنا قصدي إيه. والتثبيت يعني، والتحديث ما بيثبّتش عندك، كل اللي عليك إنّك هتاخد نسخة من النسخة القديمة، تدخل على النسخة القديمة، تعمل نسخ بيانات زي ما أنا نزّلت فيديو قبل كده وشرحت على قناة تانية أو القناة دي مش فاكر والله. المهم لو عملت نسخ من على النسخة القديمة، تقدر تسترجعه برضه على النسخة دي بمجرّد إنّك تدوس هنا. هيظهر لك يا صاحبي الخانات دي كلّها، تختار خانة من دول، وبعد كده هييجي لك الحاجات دي وتعلّم على الصح دي، ويعني فاهم. أنا عملت نسخة وهي دي النسخة اللي أنا عملتها. أول حاجة بقى يا صاحبي هنعملها وهي اختبار الgameplay. خلّيني بس، أصل أنا كنت مسرّع اللعبة، فخلّيني أبطّئ اللعبة كده عشان اللعبة سريعة جدًا. يعني خلّيها مثلًا طبيعي. خلّيني بقى أدخل لأول مباراة. تمام يا الصحاب، دلوقتي هندخل نجرّب الgameplay. عندك هنا خانة أنا نسيت أشرحها، وهي خانة إعدادات المباراة. ودي الإعدادات يا جدعان زي ما هي، ما فيش أي جديد. عندك هنا 6 دقايق ما غيّروش حاجة، والطقس والوقت الإضافي والفترة الزمنية وإقبال الترجيح، يعني كل حاجة. خلّينا بقى ندخل دلوقتي نشوف التشكيلة. وتمام يا جدعان، ظهر دلوقتي معانا التشكيلة، ودي يا جدعان هاستعرض برضه معاك بعض الإضافات الجديدة للأندية يعني. عندك هنا كيزا، ده في ليفربول، ده الصفقة الجديدة لليفربول. خلّينا ننزّله مثلًا مكان جاكبو مثلًا، نلعب بيه هنا. وعندك برضه صلاح هنا. ده سوبوسلاي. عندك هنا مين الواد دوّة اللي هو تشامبرلين دوّة، مين ده؟ ما أعرفش، عنده 22 سَنة تقريبًا، ناشئ. خلّينا ننزّله مكان إندو والّا مين؟ ماشي، هات إندو. ده يا جدعان خلّينا نستعرض كده شكل البطايق. يعني البطاقة بتاعة اللعيبة شكلها مميز جدًا، وبقت مثلثة كده، كانت مربعة يا جدعان، فاهم؟ كانت صورة اللعيبة بتظهر، كانت الطاقات دي بتظهر، كان ممكن صورة اللعيبة تظهر تحتها، فاهم؟ بس كده تقريبًا جابوها على جنب كده، بقت البطاقة لوحدها والطاقات لوحدها والصورة لوحدها. برضه عندك دي تقريبًا البطاقة، خلّينا نشوف بقى دي الجولد والّا إيه. تقريبًا دي الجولد العادية، دي السيلفر، ودي الجولد، دي الجولد، ودي طبعًا اللي هي اللي أعلى من الجولد شوية يعني، فاهم؟ اللي هو مثلًا من 80 لحد 90 مثلًا أو 89. برضه عندنا هنا البطاقة دي، أو تقريبًا ده ال5 نجوم، مش عارف. اللاعب يعني المميز أو اللاعب الأبرز في الفريق بيخلّوا البطاقة زي كده، زي يعني مثلًا ماكاليستر 86 والبطاقة بتاعته سودا، واللي هو ده 88 وفان دايك وبطاقته اللي هي الصفرا. برضه عندنا هنا كييزا ومحمد صلاح، البطاقات بتاعتهم برضه شكلها كويس جدًا. مستنيين إضافات يعني في البطايق وكده. طب تمام، خلّينا ندخل كده للمباراة. مرحبا بكم في المباراة. يبدو أن المشجعين متشوقون للعبة.
هذا صوت صافرة. لقد بدأت المباراة بشكل رسمي. زي ما شُفت كده الدخلة يا صاحبي، ولاحظت برضه يعني دخلة برضه ما فيهاش أي جديد، ولاحظت إن تم إضافة نشيد وطني أو موسيقى وطنية داخل أول ما اللعيبة تدخل، يعني كشيء من التجديد يعني. تمام، خلّينا نجرّب الgameplay يعني. حاسس كان الملعب ده يا جدعان جامد جدًا، الملعب ده يا جدعان اللي هو المستقبل، فاهم؟ اللي هو ذكرته لكم في البداية. عايزكم تقيّموه وتقولوا لي اللي هو ده ملعب إيه. تمام، خلّينا بقى كده نباص ونشوف قرارات الحكم عاملة إزاي، نولّع الدنيا دلوقتي. ماشي، روح يا صاحبي، ماشي روح يا إندو، إندو. تمام، الأول من إندو. المفروض النظام. لأ ما فيش يا جدعان إضافات في الاحتفالات، يعني أكيد هيضيفوا يعني خلال التحديثات الجاية. وبرضه التنقل دوّة اللي هي دي يا جدعان، شايفين دي الزرقا دي أو البنفسجي دي ممكن تتغيّر خلال التحديثات الجاية يعني. خلّينا نروح بصلاح كده، اقطع صلاح. ماشي، روح يا صلاح، روح يا صلاح. لوب دي لو تحطها لوب يا صلاح. يا ابن اللعيبة صح، بس أنت سددتها، ماشي. عندنا هنا صلاح جاب الجون التاني، وبرضه ما فيش التحديث بتاع يعني ما ضافولوش اللي هو لسه ما ضافوش الاحتفال بتاع محمد صلاح. فده يا صاحبي الجيم بلاي حاسس إن هو اتطور شوية، بس أنا عايز أشوف القرارات التحكيمية عاملة إزاي، عاوز أشوف القرارات التحكيمية. أمّا نشوفه كده. طب تمام يا جدعان، تمام، ادّا له كده إنذار، هي تستاهل طرد بس ادّا له إنذار يعني الحكم اشتغل معاه. طب تمام، هو حَشّه من على الأرض كده بس قشطة يعني ادّا له إنذار. هُم ما ذكروش إن تم تحسين على الحكام، بس أنا حاسس إن هُم حسّنوا يعني. خلّينا نشوف تاني كده. طيب ندّي له الكورة. طب تمام يا صديقي، دي كانت تجربة للتحديث الجديد من لعبة فوتبول ليجا. عاوزك تقول لي رأيك في الكومنتات على شايف في تحسين أو في تحديث أو لأ. وما تقلقش خالص، كل الإضافات اللي كلمتك عليها المفروض إنها مقرر تنزل بشكل تدريجي زي ما قُلت لك في الفيديوهات اللي فاتت على القناة التانية. وضع بقى الmulti player مع اللاعبين أو وضع الfriend match مع أصدقائك. فكل دوّة مقرر إن هو ينزل بس يا جدعان في تحديثات يعني متدرجة، فاهم؟ عمرها ما تنزل مرّة واحدة كده، لإن اللعبة يعني هتكون محتواها خلص حرفيًا. فانتظر الفيديوهات الجاية إن شاء الله، ممكن يكون في جزء تاني لشرح التحديث. فبس يا أبو الصحاب، أشوفك الفيديو الجاي إن شاء الله، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. مع السلامة.